أكتر حاجة بتضايقني هي إن عمومًا باحتاج أغسل إيدي وجسمي كل شوية، وإن يكون مثلًا حد صاحي أو موجود أو أحس بحركة، لإن ساعتها تركيزي بيتشتت ولو ثانية، عشان باعيد كل اللي باعمله ده تاني، أو كمان إن أنا مثلًا أتعب أو حصل حاجة ما أقدرش أقوم عمومًا، أو أكون مستعجلة، لإن كل حاجة محتاجة تركيز ووقت كبير قبلها، ولو حد أخد باله أو خلّاني أتوتر ممكن أقعد ضعف الساعات تاني أعمل الحاجات دي. عشان أتخلّص من الأفكار والحاجات دي، بافضل أكرر اللي باعمله أو أي حاجة دماغي بتقولها من غير ما أعترض، أو لو اعترضت أصلًا المدة دي بتزيد، وكل حاجة بافضل أكرر أغسل إيدي وجسمي بالساعات كمان، على حسب كل حاجة فيها ممكن 3 ساعات و4 أو 6، وكل ما اتوترت أكتر كل ما الوقت بالنسبة لي يزيد كمان. أكيد دروسي وتعليم وكده يعني كان نفسي أبقى أحسن من كده، وكمان قبلها جسمي، أكيد عشان جسمي بيبقى بيرتعش ومش حاسة بمعظم جسمي، وساعات كمان بيحصل لي تشنج لوعلة كده مبابقاش قادرة يعني. بعد سنة تقريبًا بس كان الوسواس خفيف، كان وقتها يقدر يتعالج لو أهلي كانوا جنبي، لكن هُم زوّدوا الموضوع بشكل مُبالغ فيه، وفي الآخر العيب جه عليّا أنا، وبعدها بدأت أبحث وأشوف، فعرفت إن هو وسواس، وبدأت أقرا عنه كتير، بس مش كتير يعني، لإن كل أمّا أقرأ مش باقدر أتنفّس، بابقى بارتعش لإني باكره إن أعرف إن اللي باعمله ده مش طبيعي، أو مع إني متأكدة وحافظة كل كلمة في دماغي، بس ما باحبش أقراها. أكيد البيت اللي أنا قاعدة فيه، لإن كل حتّة فيه فيها عياطي وصريخي، إن أنا مش عايزة حد حواليّا، كلام أهلي وهكذا يعني. ولمّا باشوف إن السبب الرئيسي إن أنا عايشة فيه دوّة عايشة حياتها مع إني باحبها أوي، بس كان نفسي أبقى زيها دلوقتي وعايشة حياتي يعني. كانت أختي، لإن أختي شخصية أصلًا وسواسية، والموضوع بالنسبة لها مش عامل لها مشكلة، لإن ده أصلًا طبيعي بالنسبة لها، وكمان تقدر تمنع نفسها عادي. فهي كانت كل شوية تقعد تزعّق لي على أي حاجة، قومي اغسلي إيدِك واغسلي شعرِك، أسنانِك، هدومِك، والأكل وكل حاجة، وكل السلوكيات اللي أنا فيها أصلًا دلوقتي كانت بسببها، وكنت أنا باسمع كلامها وباخاف منها، وحتى لمّا مشيت حاسة إن صوتها في دماغي وهتعاقبني لو ما عملتش أي حاجة من الحاجات دي. بس الموضوع بالنسبة لي تطور وعندنا أكتر واتقلب لمرض، ومش باعرف أوقّف نفسي أبدًا. في الحقيقة أنا ما أعرفش أي حد، هي واحدة بس اللي كنت أعرفها من الطفولة. أنا مش اجتماعية، بس باكره إن أنا أنزل وأشوف أي حد إزاي ده بيلمسه عادي، وإزاي بيغسل إيده بالسهولة دي، وإزاي بيقدر ياكل بإيده كده مش نضيفة. فباقعد بالشهرين وال3 على ما أقدر أنزل تاني وأشوف أي حد عمومًا. أكيد بقى لي حوالي تالت سَنة أهوّة زي المعيشة، أول سَنة كنت باجاهد لحد ما خلّصت السَنة الأولى، تاني سَنة ما نزلتش أبدًا، جرّبت أنزل دروس مش باقدر أركّز في الحصة، باركّز مع أي حاجة مع أي حركة أنا شايفاها غلط، مش باقدر أنزل كل يوم، أقل حاجة أسبوع، وده لو بقيت لوحدي مستقبلًا، حاليًا ممكن مرّة واحدة في الشهر. أنا مستحيل لو حد جه البيت إن أنا أقدر أحضنه أو أقعد في وشه direct كده، أو أقابله من غير حتى ما أكون لابسة الإسدال أو مغطية كل حتة في جسمي كويس، إيدي بس اللي بالمس بيها أي حاجة، واللي بييجي مثلًا إخواتي عارفين إن ممنوع يلمسوني أو أي حاجة عمومًا، غير لو أنا سمحت، وده طبعًا بعد سنتين من انهيار عشان يقدروا يسمعوا كلامي مش بالسهولة دي. رُحت لكذا دكتور، بس للأسف كلّهم طريقتهم معايا ما كانتش كويسة، ما ارتحتش، كلّهم كانوا بيجبروني على حاجات غصبٍ عني، وفي دكتور منهم رُحت المستشفى عنده طريقة العلاج اللي هي بيعرّضني لأي موقف وخلاص، بيعرّضني لأي حاجة باخاف منها، بس ما نفعش، وأكيد جرّبت السلوكي وكمان الأدوية، بس كان كل حاجة إجبار، حتى أهلي كانوا بيقفلوني من كل حاجة.
هو أنا ممكن أقول اللي كان ممكن يساعدني هو إن أهلي يبعدوا عني عمومًا، لإن هم السبب في كل حاجة. أنا لمّا بدأت أتعالج وبدأت أستجيب وده طبعًا بعد محاولة 9 شهور، هم ضيّعوا كل ده بمجرد إن هم مش بيبعدوا عني، بيوتروني، بابا بيفضل يزعق وهكذا، فبافضل أتوتر في كل الحاجات والمدة اللي أنا كنت باقللها وكل حاجة حسنتها واتعدلت رجعتها تاني، عشان كنت مركزة في كلامهم وحركاتهم، وكنت أفضل أعيد لحد ما الموضوع بقى بالنسبة لي أسوأ. طلبت مرة أو مرتين بالكتير كان كلام ماما إن أنا السبب وما فيش فايدة وما فيش حاجة هتساعدني لا دكتور ولا أدوية، وإن هي كمان بتصرف عليَّ على الفاضي. ولمّا ودّتني للدكتور وجابت لي أدوية، كانت عشان خايفة من ربنا لمّا يسألها يعني عشاني، مش كانت خايفة مثلًا عشان أنا، لأ كانت خايفة من السؤال بس. من ساعتها وأنا خلاص ما فتحتش الموضوع تاني، وكان كل تفكيري إن قريب كده هاموت. عارفة تفكير عبيط بس كل حاجة أنا كنت باحمد ربنا إن أنا عرفت وباحاول أصلّحها أهوّة. بس هُم هدموا كل ده، هدموا كل اللي أنا باعمله، ومش يسكتوا بقى لأ، مين السبب؟ أنا طبعًا، وشايفين إن أنا السبب في كل حاجة. ما حاولتش، بس كنت باقدر أتّفق مع الصوت اللي في دماغي اللي بيقول لي كده، ولمّا باوصل لحل يريحني ويريحها كنت باعمله، لكن لو أجبرتها هتوقّفني ساعات ضعف اللي أنا وقفته أصلًا. اللي أنا قُلته فوق وأنا باقدر أقف الساعات اللي هي الطبيعية دي بالعافية، فأنا ما أقدرش أقف ضعفها ده مستحيل بالنسبة لي. لأ، أنا نومي حاليًا جميل، قبل كده مش ألذ حاجة، كنت بانام أكتر، دلوقتي مش باقدر أصحى لوحدي، ممكن برضه كان يكون من الأدوية، كان في حاجات كتير بتنيّمني، إنما الأكل قبل كده كنت باكل أكتر عشان أنا باحب كده، دلوقتي باكل أكتر وأنا هارجع عشان عارفة إن أنا هاقعد أسبوع على الأقل الأكل دوّة يعني بالعكس كلّه كان بيعمل نَفْسه فاهم وهو ولا فاهم ولا أي حاجة، ودي كانت آخر سَنة اللي هي السَنة دي، قبل كده كانوا بيقولوا كلام حاولت أنتحر بسببه أكتر من مرّة، بس كل مرّة كنت باخاف أعيش تاني، لكن لو كنت متأكدة إني هاموت فكنت أكيد ليه لأ؟ دي أكتر حاجة كنت باحس بيها سواء من ناحية الحاجات الكتير اللي باستخدمها عشان باعيد اللي باعمله بدل المَرّة مليون، والمَيّة طبعًا الكتير اللي أنا باستخدمها والمناديل اللي باحس إنها لمست حاجة أصلًا قبل كده فبارميها مع إني متأكدة 90% إن ما حصلش حاجة، بس افرض حصل، حاجات كتير من النوعية دي. باحاول أتجنب أي حاجة ممكن تخلّيني أفكّر الأفعال دي زي إن أبعد عن أي حاجة ما ألمسهاش أو إن ما آكلش مثلًا، عشان عارفة إن هافضل بعدها أغسل إيدي كتير، باتجنب أي حاجة ممكن تخلّيني أعمل حاجة زي كده.